هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 15 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، وضمن برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث نفتح نافذة على تطورات الأحداث في السودان والموقف الإريتري منها سابقا ولاحقا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. خيبة أمل كبيرة في السودان بعد بيان وزير الدفاع الأول. تزايد الأسئلة الشعبية حول مسألة ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية. محكمة تجارية تطالب جيبوتي بدفع تعويضات لهيئة مواني دبي. ناشطون ينددون باعتقال مؤسس موقع ويكيليكس الشهير. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. يوم الخميس الماضي بعد أن أصدر وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف بيانا يعلن فيه تنحي الرئيس البشير عن الحكم وتكوين مجلس عسكري انتقالي وتحديد مدته بسنتين كفترة انتقالية تعقبها انتخابات. وفي مساء نفس اليوم أدى ابن عوف القسم رئيسا للمجلس، كما أدى الفريق كمال عبد المعروف القسم كنائب له. وعلى الفور أعلن الشارع رفضه للبيان، ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الثورة السودانية منذ اندلاعها في 19 من شهر ديسمبر الماضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية فورا. في حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث نتابع معكم الوضع في السودان عن كثب، ونتابع ردود الأفعال الدولية حول البيان والموقف الإريتري من التطورات في الخرطوم، وذلك عقب نشرتنا الإخبارية. أكدت مصادر إذاعة أرنا بأن الاجتماعات التي يعقدها كوادر الجبهة الشعبية والحكومة في أوساط الجيش والمدنيين يطرح فيها سؤال محوري واحد يتردد بعدة أشكال وبشكل دائم في كل الاجتماعات دون استثناء، وهو لماذا لم يتم العمل على ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا بعد مضي ما يقارب السنة على اتفاق السلام بين البلدين. وأكدت جموع الشعب بأن التضحيات والدماء التي أريقت في سبيل منطقة بادمي والأراضي الإريترية السيادية بشكل عام يجب أن تحظى باهتمام الحكومة. وطلب المجتمعون بضرورة كشف كل الاتفاقات بين إريتريا وإثيوبيا حول هذه المسألة السيادية المهمة. وأكد بعض المجتمعين بأن الجانب الإثيوبي لا يصرح بأي شيء بهذا الخصوص، ما يثير الشكوك حول عدم نية إثيوبيا سحب قواتها من منطقة بادمي الإريترية. الجدير بالذكر بأن الرئيس السياس آفورقي أشار في مقابلة له مع التلفزيون الإريتري بأن مسائل ترسيم الحدود ليست ذات أولوية في العلاقات الإثيوبية الإريترية في الوقت الحاضر. أصدرت محكمة تجارية في لندن حكما ضد جيبوتي تدفع بموجبه تلك الدولة الواقعة على البحر الأحمر تعويضا قدره 385 مليون دولار لهيئة مواني دبي الإماراتية. وأساس الحكم أن هيئة مواني دبي رفعت دعوى ضد جيبوتي التي أنهت العقد الموقع بينها وبين الهيئة في سنة 2006، وقضى العقد بتأجير ميناء حاويات دورالي للهيئة لمدة 30 عاما. ولكن الحكومة الجيبوتية ألغت العقد في عام 2016 بسبب الخسائر في الميناء، وقامت في عام 2018 بتأجير نفس الميناء إلى شركة صينية بديلة. وقالت المحكمة بأن جيبوتي خرقت شروط العقد عليه، يجب أن تدفع غرامة جزائية نتيجة لذلك. من جانبها لم تصدر الحكومة الجيبوتية أي بيان رسمي بخصوص الحكم الصادر من المحكمة. ندد متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن بقيام الشرطة البريطانية باعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الشهير نهار يوم الخميس الماضي من سفارة الإكوادور.
ورفع ناشطون لافتات تؤكد بأن اعتقال أسانج هو تكميم لحرية الرأي وتهديد لحرية النشر، وأن السلطات البريطانية تتعاون مع الولايات المتحدة بهدف القضاء على حرية النشر والتي هي ليست جريمة. وكانت الشرطة البريطانية قد دخلت مقر السفارة الإكوادورية في لندن بعد موافقة مسبقة، حيث قال رئيس الإكوادور بأن بلاده سحبت حق اللجوء من أسانج نتيجة لخرقه للقانون الدولي. وكان أسانج قد قضى 7 سنوات داخل السفارة خوفا من الترحيل إلى السويد بشأن قضية اعتداء جنسي تم إسقاطها ضده. وصرح مصدر بريطاني بأنه سيتم ترحيل جوليان أسانج للولايات المتحدة لمواجهة المحاكم هناك بعد اتهامه بكشف برقيات من وزارة الخارجية الأمريكية أحرجت الحكومات الأمريكية المتعاقبة. ويحظى موقع ويكيليكس الشهير بمتابعة عالمية لكشف أسرار الدول وسفاراتها في الخارج، وكان الموقع قد نشر تقريرا للسفير الأمريكي في أسمرة وصف فيه الرئيس إسياس أفورقي بالدكتاتور القاسي. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. خيبة أمل كبيرة في السودان بعد بيان وزير الدفاع. تزايد الأسئلة الشعبية حول مسألة ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية. محكمة تجارية تطالب جيبوتي بدفع تعويضات لهيئة مواني دبي. وناشطون ينددون باعتقال مؤسس موقع ويكيليكس الشهير. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلك نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي. ونخصص حلقة اليوم لتناول آخر التطورات في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير وتولي الفريق أول عوض بن عوف السلطة في الخرطوم، والرفض المحلي والدولي لبيانه الأول، والموقف الإريتري المعلن والصامت من الأحداث في السودان. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إيرينا. حبس العالم أنفاسه منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الماضي 11 من أبريل الجاري في انتظار البيان رقم 1 من القوات المسلحة السودانية. وبعد ساعات انتظار طويلة منذ الفجر وحتى ساعات العصر الأولى، أطل على الشعب السوداني والعالم الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني ليعلن عن التحفظ على الرئيس البشير وتكوين مجلس عسكري انتقالي مدته 2 وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور عام 2005 وحل مجالس الولايات وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإعلان حظر التجول من 10 مساء حتى 4 صباحا. وجاء البيان مخيبا لآمال الشعب السوداني قاطبة والألوف المجتمعة عند القيادة العامة للقوات المسلحة. ومبررات الخيبة كثيرة، أولها أن مقدم البيان هو وزير دفاع البشير ونائبه الأول، وهو أحد المطلوبين على ذمة ارتكاب جرائم في دارفور، وثانيها هو ميوعة البيان، مما أكد للجميع بأن البيان عبارة عن مسرحية سيئة الإخراج عمل عليها المؤتمر الوطني والرئيس ليخرجها للناس حتى يتقبلوها، ولكن الرفض جاء مباشرا وحاسما، وهو أن الشعب وتجمع المهنيين وأحزاب المعارضة كلها ترفض المجلس العسكري الجديد وتطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين ومباشرة ودون تأخير. هذه إذاعة إيرينا. عقبتها فترة انتخابات وحكم مدني منتخب حتى مايو 1969، حينما قام جعفر محمد نميري بانقلاب عسكري وكون مجلسا عسكريا حاكما، وبعد سنوات أعلن نفسه رئيسا للسودان مقدما دستورا جديدا ومؤسسا ما يسمى بحزب الاتحاد الاشتراكي السوداني، واستمر في الحكم رئيسا واحدا للبلاد حتى انتفاضة شهر أبريل الشهيرة من عام 1985،
والتي قضت على حكمه وأتت بحكومة منتخبة ديمقراطيا، ولكن الحال انتهى بها إلى انقلاب قام به عمر البشير في ليلة 30 من يونيو من عام 1989. وكون البشير أيضا مجلسا عسكريا لما يسمى بثورة الإنقاذ الوطني، ومنذ ذلك الحين بقي في سدة الحكم تحت مسميات مختلفة، آخرها الرئيس السوداني المنتخب عن المؤتمر الوطني السوداني سودان مستمرة. وأعلن حينها جون غارانغ ديمبيور القائد العام للحركة الشعبية لتحرير السودان رفضه للبيان، وسمى الانقلابيين حينها بمايو 2 تشبيها لهم بحكم نميري والذي كان يطلق عليه ثورة مايو، وطالبهم بتسليم السلطة إلى المدنيين. ووفى المشير سوار الذهب بعهده وسلم السلطة بعد عامين انتقاليين كاملين، ولكن المخاوف من استمرار الجيش في الحكم في السودان لها ما يبررها، وهي اليوم تطل أكثر من أي وقت مضى. فما هي الدوافع لهذه المخاوف؟ هذه إذاعة إرنا. أولا، الفريق أول عوض بن عوف هو أول المخاوف، لأن الرجل هو جنرال متقاعد تقاعد سنة 2010، وذهب للعمل كقنصل للسودان في القاهرة، ثم عمل سفيرا للسودان في سلطنة عمان. وقام الرئيس البشير بتعيينه وزيرا للدفاع سنة 2015، وفي خطوة استباقية ومع تزايد التظاهرات ضده في فبراير من هذا العام، أي قبل شهرين فقط وبعد شهرين من اندلاع الانتفاضة الجماهيرية في السودان في ديسمبر الماضي، قام الرئيس البشير بتعيين عوض بن عوف نائبا أولا له مع احتفاظه بمهامه كوزير للدفاع. والإشارة الأولى من قوى المعارضة هي أن الرجل قام بتمثيلية عندما قام بإصدار البيان الأول، لأنه أحد رموز النظام السابق، وكان الشعب ينتظر أن يخرج عليه عسكري مهني لا علاقة له بالمنظومة السياسية للمؤتمر الوطني. ومن هنا تأكدت صلة الارتباط بين الجنرال القديم والجديد. وبالنسبة للمخاوف من ناحية محتوى ومضمون خطابه، فإن الرجل تحدث في البيان بصفته وزيرا للدفاع ورئيسا للجنة الأمنية، والتي تضم إلى جانبه وزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن صلاح غوش، وبتأكيده أن صفته هي وزير الدفاع ورئيس اللجنة، فإنه بذلك يناقض نص حديثه القاضي بحل الحكومة، فكيف يعقل أن يكون وزيرا في حكومة أعلن حلها؟ ثاني المخاوف هو عدم إعلان حل المؤتمر الوطني، الجسم الذي بدأ معه السرطان كله وانتشر، ما يؤكد بأن الانقلاب هو انقلاب داخل القصر بتغيير الوجوه داخل المنظومة القديمة، مما يجعل التغيير شكليا بالأساس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الاستجابة الأولى من طرف المتظاهرين وتجمع المهنيين السودانيين الذي قاد هذه التظاهرات ببراعة وتنسيق عالي كانت هي رفض البيان جملة وتفصيلا، ورفض لفكرة المجلس العسكري، والمطالبة بتشكيل حكومة مدنية، والإعلان عند المتظاهرين بعدم الرغبة في مغادرة أماكن الاعتصام. هذا دفع الأمور نحو النقطة الحرجة، خاصة وأن الفريق ابن عوف أعلن حظر التجول، بينما تمسك المتظاهرون بالبقاء في الساحات العامة أمام القيادة العامة. فأول سؤال تبادر إلى الذهن هو: هل سيقوم الجيش باستخدام القوة لفض الجماهير؟ هذه كانت نقطة المخاوف العملية، وعندها وضع الجميع اليد على القلب في ترقب، ولكن مرت الليلة الأولى دون حدوث ما لا يحمد عقباه، واستمرت الاعتصامات نهار يوم الجمعة، حيث ظهر وجه جديد على شاشة التلفزيون، وكان هذه المرة هو الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والذي تحدث في مؤتمر صحفي للإجابة على أهم الأسئلة، وقال بأنه يترأس اللجنة السياسية التابعة للمجلس الانتقالي، حيث قال بأن صلاح غوش وعوض بن عوف هما الذين قادا التغيير اليوم، وليس من السهل التخلص منهما. وأكد بأن المجلس العسكري لا زال في طور التشكيل حيث لم يعلن كاملا، ولكنه أعطى إشارة واضحة، هي أن المحاصصة هي الأساس، لأن قادة الجيش هم المعنيين بتحقيق الأمن، ويجب وضع هذا الأمر في الاعتبار.
وعندما سئل الرجل حول عدم اعتراف الاتحاد الأفريقي بالعسكر بأنه انقلاب، أكد بأن الأمر ليس انقلابا بل هو استجابة لمطالب الشعب. هذه إذاعة إرنا. على المستوى الخارجي كانت ردود الفعل تقع بين الخيبة والخوف من تدهور الأوضاع في السودان، حيث طالبت بريطانيا بالاستجابة لمطالب المدنيين وتقليل الفترة الانتقالية التي مدتها 2 واشنطن من ناحيتها طالبت بإشراك مدنيين في الحكم، في إشارة إلى أنها لا تمانع في استلام مجلس عسكري للسلطة. الأمم المتحدة أيضا طالبت بأن تكون الاستجابة لمطالب الشعب السوداني في القمة من الأولويات الحكومية، مع مطالبتها بتسليم الرئيس البشير، ولكن المتحدث باسم المجلس رفض فكرة تسليم الرئيس البشير، مدافعا عن ذلك بأنه ضد القيم السودانية. إذن انقسمت الأشياء بين تلبية متطلبات الشعب والمحافظة على الأمن والخوف من الانزلاق إلى مجاهل حالة عدم الاستقرار. وتبنى تلك المخاوف على أن القوات المسلحة السودانية لم تعد هي الجهة المسلحة الوحيدة في البلاد، فهناك جهاز للأمن والذي تصدى للمظاهرات وأطلق النار على المتظاهرين بدون رحمة وقتل العديد منهم، ودخل مع الجيش الذي حاول حماية المتظاهرين في صدام مباشر. هناك أيضا ميليشيات الدفاع الشعبي وما يعرف بميليشيات الدعم السريع، وكل هذه الميليشيات مسلحة، وهناك مخاوف إلى لجوء كل طرف إلى استخدام القوة لزيادة حصته في أسهم السلطة القادمة، وهذا ما يجعل المخاوف أكثر قربا من الواقع والتحقق. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بالنسبة للموقف الإريتري، في البداية وقبل أيام وأثناء التظاهرات في الخرطوم، أعلنت أسمرة بأن هناك مؤامرة ضدها تمولها قطر وتشارك فيها تركيا وتنطلق من الأراضي السودانية، والهدف منها حسب الادعاء الإريتري هو عرقلة المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا. بعد ذلك أصدرت سفارة حكومة أسمرة في الخرطوم تحذيرا للإريتريين بالابتعاد عن ما سمته أماكن الاضطرابات والشغب. شهر العسل في العلاقات بين أسمرة والخرطوم انتهى منذ اتهام البشير لأسمرة بالتآمر ضد بلاده بدعم مصري، وقام بناء على ذلك بقفل الحدود بين البلدين. إريتريا لم تعر الأمر اهتماما، وقام البشير بإعادة فتح الحدود شاكرا الشعب والحكومة والرئيس في إريتريا. أيضا لم تبدي إريتريا أي بادرة نحو فتح الحدود، بل تعاملت مع الأمر بكل برود. وحاول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ترتيب لقاء بين البشير وإسياس، ولكنه فشل نتيجة رفض الرئيس إسياس القاطع للقاء الرئيس عمر البشير. موقف أسمرة من الأحداث في السودان هي أنها لا تريد أن تسقط حكومة بواسطة ثورة جماهيرية، لأنها ضد ذلك المبدأ من الأساس، حيث أنها تتفوق في قمع شعبها ولا تريده أن يأخذ من تجارب الجوار المعدية. ولكن في نفس الوقت كانت تتعامل مع نظام البشير بوجهين، فهي تمد له اليد ومن ناحية أخرى تتمنى ذهابه، خاصة بعد تحالفه المريب مع تركيا، والذي عبرت إريتريا أكثر من مرة عن انزعاجها منه. لم يصدر من أسمرة أي بيان رسمي فيما يدور في السودان، وهي تكتفي بموقف المتفرج وتبني دفاعاتها لتفادي أي مشاكل من نفس النوع. واحتمالات ثورة شعبية مماثلة لما هو في السودان في إريتريا تقل مع حالة الخنق التي تفرضها الحكومة الإريترية على وسائل التواصل، والتي تجعل حالة الانقطاع في أوساط الجماهير في مختلف المدن كبيرة. ولكن عندما تبدأ المياه في الجريان يصعب التحكم فيها ووقفها، لأنها عندئذ تصبح سيلا جارفا. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى لحلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول الأحداث في السودان بعد إزالة الرئيس عمر البشير. وقبل الختام أعيد إليكم مستمعي ومستمعات الأفاضل
موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. خيبة أمل كبيرة في السودان بعد بيان وزير الدفاع. عمت حالة من الخيبة والحزن الشارع السوداني في ظهر يوم الخميس الماضي بعد أن أصدر وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف بيانا يعلن فيه تنحية البشير عن الحكم وتكوين مجلس عسكري انتقالي وتحديد مدة 2 كفترة انتقالية تعقبها انتخابات. تزايد الأسئلة الشعبية حول مسألة ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية. أكدت مصادر إذاعة إرينا بأن الاجتماعات التي يعقدها كوادر الجبهة الشعبية والحكومة في أوساط الجيش والمدنيين يطرح فيها سؤال محوري يتردد بشكل دائم في كل الاجتماعات دون استثناء، وهو لماذا لم يتم العمل على ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا بعد مضي ما يقارب السنة على اتفاق السلام بين البلدين. محكمة تجارية تطالب جيبوتي بدفع تعويضات لهيئة مواني دبي. أصدرت محكمة تجارية في لندن حكما ضد جيبوتي تدفع بموجبه تلك الدولة الواقعة على البحر الأحمر تعويضا قدره 385 مليون دولار لهيئة مواني دبي الأماراتية. ناشطون ينددون باعتقال مؤسس موقع ويكيليكس الشهير. ندد متظاهرون في العاصمة البريطانية بقيام الشرطة البريطانية باعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الشهير نهار يوم الخميس الماضي من سفارة الإكوادور. ورفع ناشطون لافتات تؤكد بأن اعتقال أسانج هو تكميم لحرية الرأي وتهديد لحرية النشر. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ويذكركم قبل الختام أيضا مستمعي ومستمعات الأفاضل بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.